اللي ملوش مدير يشتري له مدير. دلوقتي سبونسرنج جوه زي الفل اكتف. ايه هو موضوع سبونسرنج ده؟ البادي سيستم احد اشهر الادوات المستخدمه في التعامل مع الناس اللي عندهم ADHD. ازاي؟ ببساطه لان البادي سيستم هو ان انت يبقى عندك صديق، حد وظيفته ان هو يتابع، يراقب، يسال، يحسسك بالاكونتابيلتي. يجي لك كل شويه شغالين، طب وبعدين المفروض نعمل ايه؟ طب انت دلوقتي خلصت التاسك دي، التاسك اللي بعدها ايه؟ طب ثانيه واحده، التاسك اللي كانت فاتت من شويه ما اتعملتش ليه؟ لو مش متابع حتى الان زي الفل، ده البلاتفورم اللي انا جمعت فيه عدد كبير جدا من التولز والوسائل اللي بتساعد الانسان اللي عنده ADHD ان هو يمانج، يدير افكاره ومشاريعه او حياته الخارجيه وحياته الداخليه عن طريق عدد مختلف من الأنظمة اللي بتعمل على حسب دماغ الإنسان اللي عنده ADHD، إن هو عنده CEO برين وجولدفيش برين. لو مش متابع كل ده حتى الآن، في 8 فيديوهات قبل ده تقدر إنك تشوف فيهم تفاصيل الموضوع ده بالكامل بالعربي، وفي 10 تانيين بالإنجليزي. الفيديو ده مختلف شوية لأن الفيديو ده موجه للكوتشز أو اللي شايفين إن هم يقدروا يكونوا كوتشز، يكونوا سبونسرز. في زي الفل حاليا تقدر إنك تأبلاي تكون سبونسر، شخص بيتابع الستودنتس او بيتابع الناس اللي هو بيساعدهم او السبونسيز بالانجليزي، او ان انت لو بتدور على حد يديرك، حد يساعدك، يتابعك، تقدر تدخل على السبونسر نتورك وتختار من الكوتشز اللي موجودين، وتقدر تحدد مستوى البرايفسي اللي انت تشاركها معاهم، من مستوى اول مجرد المشاريع اللي انت شغال عليها لحد مستوى رابع كم ضخم من التفاصيل. الفيتشر بيد مش للفري. كل اللي انت محتاج تعمله انك تبعت لي الديتيلز والسيرتيفيكيشنز بتاعتك وكام ستودنت عايز تعمل لهم اونبوردنج على زي الفل، وهيبقى عندك الابيليتي انك تجنريت اللاندنج بيج بتاعتك بالكاستم لينكس بتاعتك بالكاستم انفيتيشن بتاعتك. زي الفل سبونسرنج بيتيح لك لو انت كوتش ان انت تشوف وتمونيتور كل الستودنتس او الناس اللي انت بترعاهم او الناس اللي انت بتتابعهم بكل الديتيلز بتاعتهم، ديتيلز المشاريع اللي هم شغالين عليها، ديتيلز التاسكس، المايكرو تاسكس، الكي ارز، الكي ريزلتس، الاوبجكتيفز. بتشوف كل ده في داشبوردز متصممه بحيث انك يكون عندك القدره الكامله انك تقدم لهم اكبر فاليو ممكنه، وفي نفس الوقت بيتيح لك انك تستخدم كل التولز اللي موجوده على زي الفل بلاتفورم، من ماينر، كيبورد، تمبلتس، ديسايبل مود، او طبعا واحد اهم الفيتشرز هارت، علشان تقدر تقدم اهم حاجه الانسان اللي عنده ADHD بيحتاجها، وهو accountability. وكالمعتاد كل الارتكلز والليتراتشر والساينس اللي اعتمدت عليهم علشان ابني الفيتشر دي بكل تفاصيلها موجود في اللينكس اللي تحت الفيديو ده. والله اعلم.